طب ما الحمد لله انتوا بتعرفوا تفوزوا كويس، وما بتفوزوش كمان بهدف ولا اتنين، ده انتوا بتفوزوا بالأربعة. الحمد لله. امال كان على ايه النكد بس والزعل والحزن والمباريات اللي فاتت؟ ما انتوا الحمد لله زي الفل ولاعيبه رجاله. كان ليه بقى لازمته اللي فات؟ على العموم الحمد لله، ألف ألف مليون مبروك. الأهلي فاز على القطن الكاميروني 4-0. إمضاء نجم المباراة محمود عبد المنعم كهربا، هاتريك، وبيرسي تاو الممتع هدف. كمان في نجم مباراة تاني هنتكلم عليه، ولكن خلينا دلوقتي مع العريس محمود عبد المنعم كهربا. كهربا لما بيفوق ويلعب ويركز في الملعب بيبقى ممتع جدا جدا، وبيكهرب الملعب كله. ده الفولت العالي. أحرز 3 أهداف ممتعين جدا جدا. الهدف الرابع أحرزه بيرسي تاو اللي احترنا معاه. هل هو بيرسي تاو اللي احنا تعاقدنا معاه وعارفينه، ولا بيجيله مباريات بيبقى الرجل الإزاز؟ ولكن لما بيلعب بيرسي تاو بيبقى ممتع وبيدي سيروهات وبيروح، وعمل النهارده اسيستين لمحمود عبد المنعم كهربا واحرز هدف ولا اجمل. كمان بدأ بيرسي تاو اللي احنا نعرفه يروح على الخط ويلعب ويدخل على الجون ويسدد. ده بيرسي تاو اللي احنا عارفينه، ولو استمر على الحال ده انا اؤكد لكم ان هو مش هيمشي. اما النجم اللي هو عريس المباراة اللي اتكلمنا عنه محمود عبد المنعم كهربا، عاوز اقول بس الجماعة الزملكاوية، هو محمود عبد المنعم كهربا هيدفع الغرامة امتى؟ وهل هيدفعها على الحساب المجمد ولا الحساب اللي كده وكده اللي حضراتكم عارفينه؟ سؤال بس بنطرحه في وسط الحلقة. محمود عبد المنعم كهربا هيدفع لكم الغرامة امتى؟ احنا لا يعنينا في شيء، ابننا وبيلعب وبيحرز وبيمتع. يدفعها على الحساب المجمد، يدفعها على الحساب اللي كده وكده، ما تفرقش. الفلوس كتيرة موجودة والحمد لله اللاعب بيتألق. كمان في لقطة عاوز أرد بيها على الزملكاوية، لقطة محمود عبد المنعم كهربا بعد التبديل لما الكابتن سيد عبد الحفيظ أخذه بالحضن. مش هو ده محمود عبد المنعم كهربا اللي قلته متخانق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وضربه كلام من اللي بتقولوه قبل أي مباراة مهمة؟ شفتوا الحضن؟ شفت علاقة اللاعب بمدير الكرة ايه؟ هم دول لعيبة النادي الأهلي، هم دول رجالة النادي الأهلي، مش الكلام اللي انتوا بتتكلموا بيه على الصفحات وهززوا الرؤوس والقناة بتاعتكم والحاجات دي. هي دي لعيبة النادي الأهلي. ده بالنسبة لمحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو. أما اللاعب اللي مش واخد حقه بصراحة وكان النهاردة برنس نص الملعب هو مروان عطية. بصراحة صفقة سوبر، ده من وجهة نظري. لعيب شايف الملعب كويس، الكرة ما بتخرجش من رجله والسلام، بيبقى عارف هو بيعمل ايه، بيعرف يستحوذ على الكرة كويس جدا جدا، بيعمل سيروهات، بيتحرك في كل مكان في الملعب، شعلة نشاط. بصراحة لعيب كان الأهلي محتاجه، لعيب علشان يقدر يبقى مع حمدي فتحي وعمرو السولية اللي رجع النهاردة. الحمد لله على السلامة يا عمرو السولية يا ابو ليلى. النهاردة عمرو السولية برضو ما كانش واخد حقه، لعيب كويس جدا جدا، مش هنقول عليه من النهاردة، ولكن النهاردة بعد غيبة طويلة عمرو السولية بيرجع يمتعنا تاني وبيلعب سيروهاته اللي احنا عارفينها، وبيرجع كمان يدافع. فمروان عطية مع عمرو السولية وحمدي فتحي وألو ديانج، بصراحة نص الملعب بتاع الأهلي الله أكبر عليه وبسم الله ما شاء الله. ده بالنسبة لمروان عطية. أما بالنسبة لتغيير محمد الشناوي، يعني قدر الله ما شاء فعل، وألف مليون سلامة يا شناوي، ولكن هي جات لك في الوقت المناسب إنك تريح. يا إن شاء الله الإصابة خفيفة، ولكن ريح علشان نقدر نحكم على علي لطفي ومصطفى شوبير. علي لطفي اللي مرحتلوش أكتر من 3-4 كور ولكن كان ثابت. هتقولوا أنت بتحكم عليه إزاي؟ لأ، يعني من مسكته للكورة وتحركه ثابت على لطفي، مش خايف، فيستحق ان ياخد الفرصة الفترة اللي جاية. وخير فعل مارسيل كولر ان هو بدل محمد الشناوي على طول، حفاظا على محمد الشناوي وكمان لاعطاء الفرصة لعلي لطفي، وان شاء الله مصطفى شوبير ياخد فرصته والاتنين يتألقوا
ومفيش داعي ان احنا نقلق على حراسة المرمى بتاعة النادي الاهلي. كل المشكلة بس ان الشناوي ما كانش مركز الفترة اللي جاية، ولكن يبقى الشناوي هو محمد الشناوي. اما بالنسبة بقى لأحمد عبد القادر، حيرتنا معاك. أحمد عبد القادر لعيب ممتع ومهم جدا جدا، ولكن رسالة في أذن أحمد عبد القادر: لعيب حريف وبتعرف ترقص كويس جدا وبتروح على الجون، ولكن لو تخلص من حتة الأنانية اللي فيك إن أنت بتطول على الكورة، هتبقى أمتع لعيب جيلك، هتبقى أحسن لعيب فيهم. أنت عندك المهارة اللي هي مش عند حد دلوقتي كتير، وبتعرف تروح على الجون وبتحرز أهداف وبتعمل أسيستات كويس، والكورة اللي الجمهور بيحبها. ولكن مشكلتك إنك بتقف على الكورة كتير، دي بتضيع اللي أنت بتعمله. فالفترة الجاية لو عرفت تخلص من الحتة دي ومارسيل كولر طور فيك الحتة دي، هتبقى لعيب ممتع جدا 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 كمان. أما بالنسبة لمحمد هاني، يبقى محمد هاني هو محمد هاني، مفيش جديد. هو محمد هاني اللي احنا عارفينه كلنا، ما عندوش أي جديد، ولكن لازم نستحمله لحد ما يرجع أكرم توفيق وكريم فؤاد وكمان خالد عبد الفتاح من الإصابة اللي كان موجودة النهاردة على دكة الاحتياط. ولكن علشان بس الإصابات ما تتكررش، فمحمد هاني احنا مش عاوزين نحمل عليه، ولكن هو ده محمد هاني، ما عندوش تطور، ده محمد هاني. على العموم علشان بس ما نخشش في قصة لعيب، ألف مبروك النادي الأهلي. وده أكبر رد على اللعيبة، على الناس اللي كانت متشائمة وتقول لك الأهلي هيخرج والأهلي هيروح يتغلب هناك في القطن الكاميروني، هيتغلب هناك علشان الجو والأكسجين والتنفس، والأهلي هيخرج وخلاص ونرتاح من دي شغلانة. لأ، ده الأهلي، ده معدن لعيبة الأهلي اللي بيبان في وقت الجد. وبإذن الله بإذن الله يا رب أنا متفائل خير، لأن الأهلي لما بيكون متعثر كده في دوري المجموعات، الأهلي بياخد البطولة بإذن الله، مش هنقاطع. ولكن ده معدن لعيبة الأهلي الحقيقي اللي وقت الشدة بتلاقيه بيتعثروا في الأول وبيزعلوا جمهورهم جامد، ولكن بيرجعوا يصالحوا جمهورهم بالبطولة. وده أملنا في ربنا سبحانه وتعالى الفترة اللي جاية. والمباراة اللي جاية إن شاء الله نفوز هنا على الهلال ونبدأ إن شاء الله والأهلي ياخد البطولة بإذن الله. كالعادة الأهلي ملك أفريقيا والأهلي أعظم نادي في الكون. ده كان كل ملخص مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اللي فاز عليها النادي الأهلي النهاردة ب4-0. محمود عبد المنعم كهربا هاتريك 3 أهداف وبيرسي تاو هدف، مع عودة بعض النجوم لمستواهم اللي احنا عارفينه. وزي ما بنقول في كل حلقة، خليكم في ظهر ناديكم، الله يخليكم. وقبل ما انهي اتمنى من حضراتكم عمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وكمان اعمل متابعة لصفحة المذيع الاهلاوي على الفيسبوك، واشترك دلوقتي في قناة عادل الزلط على اليوتيوب، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.